السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم هشام زايد، والنهارده هيكون معانا تجربة جميلة هنعملها في مدينة الإسماعيلية. المطعم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه مطعم الفنار، وده كان من برنامج الرحلة اللي كنا عاملينه النهارده في مدينة الإسماعيلية. المكان بتاعه زي ما انتم شايفين، أولا هو ورانا ده اللي هو سوق السمك الموجود هنا بالنسبة لمدينة الإسماعيلية. تمام، وبعد كده عندنا هنا الشاطئ اللي احنا بنخشه اسمه نادي الأسرة، وده احنا هنشوفه دلوقتي. ودلوقتي احنا هنعمل جولة هنشوف المطعم كله بالكامل. أتمنى بإذن الله إن شاء الله كده الفيديو يعجبكم. دلوقتي كده هنعمل بقى جوله بالنسبه للمكان نفسه. احنا البرنامج بتاع الرحله بتاعنا اولا بيكون شامل. الفطار بيكون في مطعم الفنار، بيكون اوبن بوفيه، وبعد ما بنخلص بيكون لنا قاعده على البحر، وبيكون في رحله بيكون في بحيره التمساح. احنا هنشوف المكان كله بالكامل الاول، وبعد كده هقول لكم بقيه تفاصيل الرحله باذن الله. الناس المحترمه اللي كانت موجوده النهارده معانا. اسمك كريم ايه؟ احمد. حبيبي احمد، تسلم. اسمك كريم؟ خميس؟ ده احسن واحد بيعمل بيتزا صح؟ المفروض. حبيبي ربنا معاك يا رب. بصوا ده المطعم من تحت زي ما انتم شايفين. ده مطعم الفنار الموجود هنا في مدينه الاسماعيليه. دلوقتي احنا هنطلع في المكان اللي فوق، وده المكان اللي بيكون فيه الاوبن بوفيه بالنسبه للفطار وبرده الغداء. وكمان المكان هنا موفر برده كذا نظام بالنسبه للاكل. يعني في هنا برده سمك لو حبينا نشتري سمك في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه. زي ما انتم شايفين هو المكان كله على نظام الفنار بالظبط، زي اللي احنا عارفينه في اسكندريه. المطعم كله بالكامل بيكون على البحيره اللي اسمها بحيره التمساح الموجود هنا في الاسماعيليه. طبعا انا هوريكم بس المكان من بره الاول. احنا لسه هنصور المكان ده كله من تحت بالتفصيل، واقول لكم من كل المميزات اللي فيه. تمام، ده المكان اللي بيكون هنا فيه الفطار الصبح. بيكون في جزء هنا بيطل على الشارع زي ما انتم شايفين، والجزء التاني بيكون على البحيره. مطعم الفنار اللي موجود في مدينه الاسماعيليه. هنا اللي بيكون في الفطار الصبح زي ما انتم شايفين لسه في برضه انواع السلطات. ده برضه عشان الغداء. تمام. الفطار بيكون اخره الساعه 11، وبعد كده بتقلب على طول منيو سمك. بصوا ده نظام الاوبن بوفيه بالنسبه للغداء. طبعا هو المكان هنا زي ما قلت لكم بيوفر فطار الصبح، وفي بالنسبه للغداء نفسه زي ما انتم شايفين. بالنسبه للغداء في سلطه هنا كافيار، في عندك الخيار مخلل، في عندك البنجر. تمام. في عندك بابا غنوج، في عندك طحينه، سلطه خضراء. احنا هنشوف طبعا انواع السلطات دلوقتي. تمام. بصوا في حاجه بس حابب اكد معاكم، هو بالنسبه طبعا للسلطات دلوقتي بتكون بالاوردر، لكن الصبح بالنسبه للطلبات كلها بتكون اوبن بوفيه. اسم اللي هو السي فود بالنسبه للاسماك الموجوده هنا. انت طبعا بتحدد الاسماك اللي انت عايزها، وبعد كده بقى بيتم التصفيه بتاعتها زي ما انت عايز. برضه كان في برضه من الحاجات اللي برضه المميزه هنا بالنسبه للمكان، لو في مثلا جروب خاص او في رحله خاصه، ده بيكون مكان ممكن يكون سبيشال لينا احنا اللي انت ممكن تاكل فيه. وبرضه زي ما قلت لكم بيكون كله على البحر زي ما انت شايفين المكان. تمام. برضه احنا هناخد برضه صوره بالنسبه، يعني هناخد كده فيديو بالنسبه للذكرى بتاعت الاماكن اللي موجوده هنا. هوريكم برضه الصور. صور قديمه بالنسبه لمطعم فلاش. طبعا المكان هنا مكيف بالنسبه للترابيزه، فدي حاجه حلوه جدا بالنسبه للجروبات السبيشال. حتى إن هنا بيكون في سبيشال تلفزيون برضه بالنسبه للمشروبات.
تمام، زي ما احنا قلنا من البرنامج بتاعنا بتاع الرحله بتاعتنا بيكون الفطار بيكون في مطعم الفنار او الغداء، تمام، بلا اضافه لكده ان جنبين هنا سوق السمك الجديد اللي موجود هنا في مدينه الاسماعيليه. وبعد كده نخش دلوقتي هو شاطئ الاسره. المكان بصراحه فيه كل المميزات اللي انتوا حاطينها، كمان هم حاطين شويه تعليمات بالنسبه للمكان نفسه. يعني المكان فيه يعني اولا كل واحد بيكون مسؤول عن المتعلقات الشخصيه بتاعته، تمام، سلامه الاطفال، ممنوع دخول الحيوانات علشان في ناس كتير بتتكلم على نقطه زي كده، تمام، بالاضافه ان الشاطئ للعائلات فقط وممنوع دخول الشباب، صح، تمام. بعد كده اول ما بنخش الشط على طول على ايدينا اليمين ده المكان اللي بنقطع فيه التذاكر. وبعد كده عندكم هنا برضه شويه الصور التاريخيه اللي موجود هنا بالنسبه للمكان نفسه زي ما انتم شايفين، تمام. بعد كده هنخش بقى على الشط على طول. اولا عايز بس اقول لكم على حاجه، اول حاجه بالنسبه لايدينا اليمين ده هنا بالنسبه للحمامات بالنسبه للرجاله، وطبعا الناحيه الثانيه بيكون حمام الخاص بالنسبه للسيدات. دي اول حاجه. كمان المكان هنا متوفر فيه كل حاجه. ودلوقتي احنا هنعمل جوله اصلا هنشوف المكان كله عامل ازاي. زي ما قلت لكم ده مطعم الفنار اللي احنا كنا فيه دلوقتي، وهنشوف بقى الشاطئ كله او ايه المميزات الموجوده في الشاطئ كله دلوقتي. بعد كده عندكم هنا بالنسبه للمكان بقى اللي انتوا فيه، اولا هنا في عندك سوبر ماركت لو حبينا نشتري اي حاجه، بالاضافه لكده ان في برضه نفس الاسعار اللي عندنا بس ممكن يكون زياده حاجات بسيطه جدا. في عندك برضه مكان لو انت حابب تشتري منه الادوات بتاعه البحر زي الاطفاء، النظارات، الحاجات اللي هي بتاعه الميه عامه. وبعد كده هنعمل بقى جوله. دي القعدات اللي احنا زي ما انتم شايفين. وفي برضه هنا من النظام بتاع الرحله نفسها بيكون في رحله بيكون لمده يخت بيكون لمده ساعه. دي بتعمل جوله في بحيره التمساح اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا بنصورها. ادي الشاطئ نفسه كله. هو طبعا الشاطئ زي ما انتم شايفينه هادي جدا ما فيهوش موج خالص. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم في المكان هنا اللي هو بتاع الرحله بتاعت اليخت اللي احنا حابين نظبطها، ودي بتكون في وسط البرنامج بتاع الرحله بتاع اللي احنا بنتكلم عنه، تمام. وادي اليخت اللي انا قلت لكم عليه بيكون بنعمل بيه جوله لمده ساعه، بيكون هنا في البحيره. ودي كانت رحلتنا النهارده عن مدينه الاسماعيليه او الاماكن اللي احنا زرناها النهارده. الميه زي ما انتم شايفين البحر هادي ما فيهوش موج خالص، فدي نقطه عشان محدش يشيلها منها. وقدامنا الناحيه الثانيه اللي هي القناه، ادي القطارات اللي هي بتستخدم في قناه السويس زي ما انتم شايفين. بصوا برضو في هنا محل برضو بتاع ايس كريم زي ما انتم شايفين، تمام. في برضو عندك المكنه هي بتاعه الوافل والبانكيك، تمام. ده بالاضافه طبعا للسوبر ماركت زي ما قلت لكم لو عايزين اي مشروبات. في برضو محل هنا للادوات بتاعه الشاطئ، ادي الادوات بتاعه الشاطئ برضو الموجوده هنا لو حبينا نشتري اي حاجه، مايوهات، كل حاجه موجوده. في برضو هدايا. بصوا زي ما قلت لكم ان احنا النهارده في رحله الاسماعيليه، فحبينا ناخد بقى راي العملاء بالنسبه للرحله النهارده كانت عامله ازاي والبرنامج. اولا الناس المحترمه اللي كانت مشرفين النهارده في الرحله زي ما انتم شايفين، يعني بصوا المكان كله بصراحه ناس محترمين جدا. وكنا عايزين ناخد بقى راي كل واحد فيكم بقى، ايه رايكم في رحله النهارده؟ جميلة جدا جدا جدا، تمام. ومنظمة وأون تايم وآخر شياكة. الإسماعيلية جو حلو وفعلا اختيار ممتاز. يا فندم انت شرفتني في الرحله كلها، ربنا يبارك لك. تمام. وايه راي حضرتك في الاستاذ في الرحله النهارده؟ يعني كويس لحد دلوقتي. طب في اي كومنت على اي حاجه؟ لا مفيش حاجة، ربنا يسهل ونكمل على خير باذن الله. الحمد لله. في اي كومنت على حاجه على رحله النهارده؟ كله تمام يعني؟ ذوقك بس. ربنا يبارك لك، ده من ذوق حضرتك بس. ربنا يخليك. تمام. ده انا جاي له، ده انا عشان بكون ختمها مسك خليه هو في الاخر. طب ايه رايك حضرتك في رحله النهارده؟ تمام. ربنا يبارك لك، ده من ذوق حضرتك بس. الحمد لله يا رب دايما ربنا يسعدك. طب ايه رايك حضرتك النهارده في الرحله يا استاذ؟ تمام. يا فندم تشرفونا في اي رحله باذن الله، وان شاء الله كده على خير. تسلم جدا يا استاذ حبيبي، تسلم جدا يا استاذ. الناس بقى الطيبه، ايه رايكم بقى في الرحله النهارده؟ تمام. تمام. ان شاء الله المره الجايه تشرفوني باذن الله وان شاء الله. حبيبي تسلم جدا لحضرتك.
ده سوق السمك.